السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم شفتوا الاحتجاجات اللي وقعت من البداية ديال طلب من الشعب المغربي باش يحسنوا من جودة الخدمات وفي قطاع الصحة والتعليم، ووجهوا ميساج واضح وبين لحكومة أخنوش باش تمشي في حالاتها. وهذه الحقيقة اللي كيطالب بها الشعب المغربي كامل، شباب، شيوخ، أمهات. الغريب في الأمر هو ملي تنوقف في شي وقفات أو في شي احتجاجات تيقول لك بأن شويه الله يحفظك اسمح لي تيقول لك بان خاص هاد الاحتجاجات تكون مختصره او متخصصه غير للشباب. بالعكس، الشباب فهو صوت ديالنا كآباء وكأمهات. فإلا خرجوا الشباب راه يكفي بأن الشباب كيتكلم في إطار قطاع الصحة وقطاع التعليم اللي احنا أزيد من سنين وسنين وحنا كنناضلوا وكنحتجوا وكنقولوا لهم راه أن الصحة والتعليم راه كتدق ناقوس الخطر. تنقولوا بأن راه هناك أمهات وآباء ووليدات أطفال كيموتوا في المستشفيات، إلا أن الحكومة والوزارة الصحة والوزارة التعليم كتضرب هادشي كله على الحائط. فدخلت عليكم ودادات احترامات الاخلاق المهنيه. كاين شي وليدات وراك غادي نقدروا نحبسوا المباشر. الله يرضي عليكم، الله يرضي عليكم، يلاه الوليدات الله يرضي عليكم. باش حتى غادي تقدر تمون هادو شوف هذيك اللقطه شباب يرحم لكم الوالدين يلا رجع والشباب اجونا اجوا غير انا ما قلنا لكم والو صاحبي. هادشي اللي ما غيبانش دابا ها كتضيعوا في الوقت. اجينا بحبسكم الدراري صغار سير. المهم بالنسبه خايف من الماشي ديالو ولا ما عندوش ولا كيتكلم. بالنسبه للميساج اللي قلت راه واضح وبين بان حنايا المطالب المشروعه اللي طالبنا بها كناس منذ سنين وقلنا المطالب وهي الصحه والتعليم والحكومه يعني تحسن من جوده الخدمات. انتم كتشوفوا اليوم هذاك الشيء اللي ما قديناش عليه حنا كآباء وما قديناش عليه كأمهات في المجتمع المغربي ديالنا. الحمد لله الشباب ديالنا وصل ميساج سلمي، وهذا الشيء قلناه ومرضنا به. يعني الوليدات الشباب اللي خرجوا من اجل ايصال واحد الصوت ديالهم بان نريد الصحه والتعليم، فراه خرجوا من البدايه من الاحتجاجات وهي كانت وقفات سلميه. والدليل على ذلك راكم كتشوفوا الان الوقفات كيفاش كتمر بوقت محدد وكيوصلوا الميساج ديالهم وكيمشيوا في حالتهم. السؤال هو واش هاد الاحتجاجات غادي ياخذوها بعين الاعتبار هاد الدوله وهاد وزير الداخليه، او هاد الاحتجاجات غادي تمر كاية احتجاجات مرات ويخليوا الامور تبقى غاده تتهدن وكترجع ريما العاده القديمه بهذا المثل الشعبي اللي كنقولوا. حنا كنطالبوا بامير المؤمنين يتدخل، هذا هو المطلب. الحكومه كتسب فينا، رئيس الحكومه بالوزاره ديالو بالسلطه ديالو كتسبنا كتعايرنا، رداتنا او باش خاصنا التربيه. ولكن انتم كتشوفوا الوليدات ديالنا كلهم مربين، الوليدات ديالنا كلهم خرجوا كيحتجوا. فبالله عليكم حنا ولاد الشعب، ولاد مناطق هشه. انا كنسكن في منطقه مولاي رشيد، اشنو فيها؟ درب السلطان اشنو فيه؟ كنا كنمشيو لميريزكو الاغلبيه فيه حاكموا السيكيريتي. شكون اللي غادي يتحكم في هذا السيكيريتي؟ راه غادي يتحكم فيه الحكومه. فلهذا الميساج ديالي اللي كنوصل للدوله والوزير الداخليه ربطوا المسؤوليه بمحاسبه. هاد الوليدات راه كيتكلموا بالاسم ديال الابناء المنطقه، بالاسم ديال المعاناه اللي عاناوها اولاد واباء ديالهم، واللي عاناوها الامهات ديالهم، واللي عاناوها وليداتهم. كيشوفوا الهدر المدرسي ولا بزاف، ولينا كنشوفوا الوليدات ما بقاوش باغيين يقراو بحكم بان المدارس دون مستوى. الاساتذه دابا كنشوفوهم بانهم ما بقاوش قادرين يقريو التلاميذ. علاش؟ الضغوطات النفسيه، الوليدات ما قادرينش يوفروا لهم هذاك الشيء اللي بغاو، في حين بان
الوزاره ديال التربيه والتعليم خاصها دير انشطه لهاد الوليدات. ديور الشباب كلها مغلقه، ما كاينينش كاع اللي حال هف وجه الوليدات من اجل افراغ القدرات ديالو. حنا ملي كنا صغار كانوا ديور الشباب مفتوحه، ما كانوش الهواتف الذكيه، كنا كنشوفوا ديور الشباب مفتوحه في وجهنا، كنشوفوا الجمعيات يعني كدير التأطير للوليدات وللشباب. دابا كنشوفوا جمعيات كتقلب على جيبها، خاصها تدخل تفرتك النضالات ديال المناضلين، وهذا راه اكبر خطا. لاننا حنا في 2025 وكما قال صاحب الجلاله الملك المغرب يمشي بسرعتين. هاد السرعه دابا اللي كتشوفوها الاولى هي الصحه، والسرعه الثانيه هي التعليم. كلمه ختاميه. الى كلمه ختاميه، الله يجازيكم بخير، وصلوا هذا الميساج لوزير الداخليه باش يربط المسؤوليه بالمحاسبه، لان المجلس الاعلى للمحاسبات للحسابات راه ما شفناش شي حاجه جديده، وبغينا امير المؤمنين يتدخل باش اخنوش ارحل. والسلام عليكم ورحمه الله. رساله واضحه، رساله واضحه.